حققوا فوز فريق الكيك بوكسينج بنادي قارون الرياضي بالمركز الأول في البطولة الدولية للمحترفين التي أقيمت مؤخرا، ويستعد الفريق حاليا للمشاركة في العديد من البطولات المحلية خلال الفترة المقبلة. واحنا الحمد لله رب العالمين حققنا انجاز كبير في اسبوع واحد، شاركنا في بطولتين. كان عندنا الجمعه قبل المدينه جمعه وسبت بطوله فن الدفاع الفرعوني، دي اقيمت في المدينه الشبابيه في الاسمرات، حققنا فيها 9 ميداليات من مشاركه 9 لعيبه. بعدها الجمعه اللي بعدها على طول بعدها باسبوع واحد كان عندنا بطوله مصر للمحترفين المؤهله لبطوله العالم للكيك بوكسينج، دي اقيمت في اسكندريه في المؤسسه العسكريه. شاركنا فيها ب5 ابطال، حققنا 8 ميداليات، يعني هم 5. الابطال بقى اللي شاركوا فيها احنا معانا البطل محمد عماد، جاب مركز اول في فن الدفاع الفرعوني، في حقق ميداليتين في الاحتراف، ذهب، اول كيك بوكسينج واول MMA. بطل فاروق محمد فاروق جاب ميداليتين، 3 ميداليات برضه في البطولتين، ذهب فن في الدفاع الفرعوني، ميداليتين ذهب ملاكمه احتراف وكيك بوكسينج. البطله هند حامد برضه نفس الموضوع، ملاكمه وكيك بوكسنج في الاحتراف، اول فن الدفاع الفرعوني. ودول بقوا الابطال اللي كانوا معانا. يوسف كان اول مشاركه ليه في الاحتراف وجاب اول. شاهندة حصلت على مركز اول فن الدفاع الفرعوني ومركز ثاني في الاحتراف، وان شاء الله بنأمل لها في مزيد من الانتصارات وفوز اكبر بامر الله. المركز الاول كله الحمد لله في بطوله كيك بوكس مصر المفتوحه. واحده كانت في الجيزه، واحده في القاهره، ولسه واخد ميداليه من قريب مركز اول في الفن الدفاع الفرعوني كانت في الاسمرات. طب بتتدرب كم ساعه في الاسبوع؟ في اليوم بنتدرب ساعتين. ساعتين بس. طب ناوي تشارك في بطولات عالميه في الفتره الجايه؟ ايوه ان شاء الله. شارك الفريق ايضا في بطولة الدفاع الفرعوني التي أقيمت